السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم غنقدم معكم طريقه تحضير الشباكيه المعتمده عندي، وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم ومقومه، وكتعرفوا الحاجه ديال الدار ماشي هي ديال الزنقه. اللهم الواحد يحيد العجز وينوض يصايبها. المهم تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. كما كتعرفوا ضروري خصهم يكونوا مضبوطين. وبالنسبه لي اول مره راه صعيبه غير البديه. على نبداو بالمقادير. كنحتاجو كاس ديال الزبده مذوب. بالنسبه للزبده خصها تكون مزيانه. كاس ديال اللوز مطحون مزيان. كاس ديال الجلجلان محمر شويه ومطحون مزيان. كاس ديال الزيت مخلط ما بين الروميه والبلديه. صفر بيضه ومعلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال القرفه والمستيكه. هنايا عندي كيلو ديال الطحين الممتاز نوعيه جيده رطب اللي كنكونوا مغربلينو. كنضيف عليه معلقه كبيره ديال النافع مغربله، معلقه كبيره ديال القرفه ما عمراش، كاس ديال الزلجلان اللي مطحون مزيان، وكاس ديال اللوز اللي مطحون حتى هو مزيان كما كتشوفوا، حتى تولى ليا بحال العجين. المستيكه هنايا رانا دقيتها مع شويه ديال السكر. وهنايا راس معلقه ديال الخميره. بالنسبه لي يدو ثقيله بلا ما يستعمل الخميره. وغادي نضيف صفر بيضه، من الاحسن غير صفر بيضه، واللي ما متوفرش بلاش، ولكن من الاحسن نضيفو الا كان متوفر، وبلاش داك البيض لحقاش كيطلق لنا الكشكوشه ملي كنبغيو نقليوها. وغنضيف كاس ديال الزيت مخلط ما بين الروميه والبلديه، اللي بغى يدير الزيت روميه يديرها بوحديتها. وكنضيف كاس ديال الزبده دايبه. بالنسبه للزبده ضروري خصها تكون نوعيه جيده. صافي كنجمع الخليط، كنبدا نبسبس بيه نبسبسو بيديا. ومن الاحسن الواحد يديرها قبل ليله، خليها تبات ولا غدلو عاد كيبدا عاد كنجمعوها بالماء زهر والخل. وبالنسبه لي مزروب ماشي مشكل، كيخدم هذيك الساعه. كنبدا نبسبس مزيان داك القوام باش يندمجوا مع بعضياتهم. هكذا داك القوام يدخلوا مع بعضياتهم، ما تبقى حتى شي حاجه بوحديتها. باش اون فوا كنخلطوا عفوا باش اون فوا كنصكبوا عليهم داك المزهر والخل، كيكون القوام منسجمين مع بعضياتهم. هانتوما كما كتشوفوا كنبسبس داكشي مزيان بيديا. هنايا عندي نص كاس ديال الخل. نص كاس الخل ما عامرش النص، انا استعملت الخل العادي. بالنسبه اللي عنده الخل الابيض حتى هو يستعمله. وهنايا كنضيف كاس ديال الماء زهر وربع كاس. هانتوما كاس وربع كاس ديال الماء زهر كنضيفو مع نص كاس ديال الخل. وكنضيف عليهم الملون الغذائي. بالنسبه اللي بغى اللي عنده زعفران شعراء يستعملوا، ولكن انا درت كان بامكاني زعما ندير الزعفران شعراء، ولكن الملون الغذائي كيعطي اللون افضل للشباكيه. اللهم كنفضلو انا هو. صافي كنخلي داك الخل مع المزهر كيدفى ليا كتحسوا به دفا. وديك الساعه كنكبو على داك الخليط ديالي. وحين المزهر عندي دفيتو مع الخل كيسهل عليا ديك باش كتجمع العجينه كتجيني خفيفه في التليك وفي الخدمه. بالنسبه كاين اللي كيجمع العجينه كاين اللي كيجمع الشباكيه بالمزهر بارد مع الخل، ولكن هاد الطريقه هذه انا كنفضلها وولات معتمده عندي. زعما ديما كنديرها نفس الطريقه ديما، وكتجيني ساهله الشباكيه في الخدمه وما كتعذبنيش. كنجمعوا كما كتشوفوا كنحاولوا كنتلكوها مزيان. هانتوما كما كتشوفوا العجينه كتجي هكذا مطلوقه. صافي هنايا دابا غادي نقسمها كويرات، وكنديرها في الميكا في البلاستيك الغذائي ضروري باش العجينه ما كتنشفش ليا. بالنسبه للمبتدئات واللي ما عمرهم ما داروا الشباكيه وما كيزعموش عليها، راه صعيبه غير البديه. يقدروا يبداو غير بنص كيلو ديال الطحين ويديروا غير نص القوام، وهكذا يجربوا بشويه بشويه حتى كيولفوا. المهم هنايا كما قلت لكم درت العجينه، درتها في البلاستيك باش ما تنشفش ليا ضروري. وكنأكد وكنعاود على البلاستيك باش ما تنشفش لينا العجينه. كناخذ القطعه الاولى كندلكها بالدلاك،
كما كتشوفوا دغيا كتسلك مطلوقه العجينه كتجي ما شاء الله. وكنقسمها هانتوما كما كتشوفوا معايا، كنقسمها على هكذا. هانتوما كما كتشوفوا كنقسمها على مستطيلات طوال شويه هكذا، وكنزرب باش نديرها في البلاستيك باش ما تنشفش ليا العجينه. انا غنكمل هكذا الكبيرات كلهم غادي نقسمهم وندلكهم ونقسمهم بحال هكذا، باش ملي كنخدم في مره ما كنبقاش نلعب نبقى ندلك عاد نصايب. اللهم كلشي كما قلت لكم نخدمو في مره واحده، وكنديرو في البلاستيك الغذائي وكنحطو حدايا وانا كنخدم وكندلك وانايا كيجيني الشغل ساهل. وانتوما كتشوفوا الفيديو ما تنساوش ديروا ليا شي ابوني وديروا ليا شي جيم لا فيديو، وما تنساوش تخليو ليا تعليق باش نعرفكم راك شفتوا. المهم كما قلت لكم انا كنستمر كندلك كنقطعهم قطع طوال وكندير في بلاستيك الغذائي. غنكمل انايا هكذا العجينه ديالي كامله، وديك الساعه غنبدا نطلق في الماكينه. كناخذ القطعه الاولى كندلكها شويه بالدلاك وكندوزها في الماكينه. بالنسبه للماكينه كندوزها في الربعه وعاد كندوزها في السبعه. بالنسبه اللي ما عندوش الماكينه راه حتى غير بالدلاك طريقه سهله. خاصكم غير تدلكوها رقيقه ما تكونش غليظه وكتخدموها. هانتوما كما شفتوا على هذا السمك هذا. انا دابا هنا غنعاود ندوزها في السبعه، كندوزها في الاول في الربعه وفي الثاني كندوزها في السبعه باش هكذا كتجيني هكذا كنمشي نيشان في هذه الرقوقيه هذه كامله. بصراحه الماكينه كتسهل، اللي عنده الماكينه من الاحسن يستعملها، واللي ما عندوش كما قلت لكم راه غير بالتدلاك. الطريقه خصكم غير تدلكوا تعرفوا كيفاش عينكم ميزانكم ما تكونش غليظه. المهم دابا انا كنوريكم كيفاش انا كنطلق هنايا 2 ولا 3 في دقه واحده، وعاد باش ملي كنبدا نشبك في دقه باش نزرب باش ما تكونش يدي ثقيله. المهم كنقطع بالجرار الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كنقطع الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كنقطع. هانتوما كما كتشوفوا راكم تقدروا تكونوا عارفين الطريقه راه سهله. كنديروا الاولى في الثاني في الثالثه والثالثه في الخامسه، وكندخلوا يد صبعنا من الوسط بحال هكذا وكنلاقيو بصبعنا هادوك الجنيبات. طريقه سهله. نعاود معكم واحد الوحيده كما قلت لكم. كناخذوا الاولى كنديروها مع الثالثه، والثالثه كنديروها مع الخامسه، والثانيه كنديروها مع الرابعه، وكنجرب صباعنا وهادوك الجنيبات كنلاقيوهم الوسط وكنقلبوها وهكذا كنديروا بصبيعاتنا. كاين اللي كيدير غير 4 كنديروا 2 مع 2 كنلاقيو الوسطانيين. المهم انا غنشبك داكشي كله ونخليه في الطاوه حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله، وعاد ديك الساعه غادي نبدا في القلي. غنعاود معكم وحده باش اللي ما شافش يعاود يشوف. كناخذوا العجينه ديالنا القطعه وكنديروا الاولى في الثالثه، والثالثه كنديروها مع الخامسه، والثانيه كنديروها مع الرابعه هكذا وكنجروا بصباعنا. انا قربت لكم مزيان باش تشوفوا. وهادوك الجنيبات الوسطانيين كنلاقيوهم هكذا من التحت. طريقه سهله. المهم هنايا انا خليتها كامله حتى كنسالي عاد كنبدا نقلي. وهنايا كتاخذوا شي كاسرونه كبيره ولا شي كاميله كديروا فيها الزيت سخون، الاحسن تكون سخونه ما تكون باش ما تفرتش لينا. كنحتاجوا العسل اللي يكون ثقيل، كسكاس، مغرفه، والزلجلان
باش كنزينو. كما قلت لكم الزيت كتكون سخونه، ما خصهاش تكون بارده. وكنديروا فيها الشباكيه ديالنا، ومن الاحسن نديروا شي حاجه كبيره. المهم انا درت كاسرونه كبيره جميله، اي حاجه عندكم باش تختصروا عليكم الوقت. المهم من كتشد ليا الشباكيه اللون كما كتشوفوا كيكون لون موحد، ما كتكونش جهه محمره وجهه كنخليوها فاتحه، ضروري خصها يكون الزيت فوق منها. صافي كنهزوها مباشره بالصفاي، كنستقطر من داك الزيت في الكاسرونه نيت فين كتقليو، مباشره كنديروها في العسل. والعسل كما قلت لكم ضروري خصو يكون ثقيل باش يشد في الشباكيه، حيت الا كان خفيف والشباكيه راكم عارفين ما كتكون سخونه ما غاديش يشد فيها العسل نهائيا. صافي كنبدا نهز العسل من جنيبات. دابا انا العسل راه عندي مازال بارد، وكنبدا نصايب نكب على الشباكيه من الفوق. المهم حتى كتغطس كامله. صافي اين فوا كنخليها من كنقلي القليه الثانيه، كنهز ديك القليه الاولى من العسل وكنديرها مباشره في الكسكاس تسقطر ليا من داك العسل، وكنستمر هكا حتى كنكمل الشباكيه ديالي كامله. وملاحظه نسيت ما قلتها لكم، ملي كتكونوا كديروا الشباكيه في العسل ما تبركوش عليها، لحقاش هي راه سخونه. اين فوا كتبركوا عليها راه كتفرتت كتهرس لينا. كنهزو داك العسل من الجنيبات، اولا الا كان عندكم مازال في شي قرعه ولا في شي حاجه كنصبو عليها من الفوق، كنصبو عليها وما كنبركوش باش ما تهرش لينا وهي مازال سخونه. هانتوما اللون ديال الشباكيه كيكون لون موحد، ما كنخليوهاش حتى كتحمر حتى كتولي حمراء بزاف وتقدر تحرق ليكم، حيت صافي دغيا من كتحمر كتشد اللون دغيا تغفلوا عليها تحرق لكم. المهم الشباكيه ديالي ها هي من بعد ما ساليت الشكل ديالها النهائي كتجي هشيشه وزوينه. جربوها. مهم هذا هو الطريقه ديال تحضير الشباكيه في اي دار مغربيه. جربوها، كنتمنى تعجبكم. واللي شاف الفيديو ديالي ما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم.